أحبائي في كل مكان، رجعنا لكم تاني بفيديو جديد. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة معروفة عندنا في مصر ومشهورة جدا، بس للأسف هي مشكلة كل ست بيت، وهي الكفتة. الكفتة أكلة جميلة جدا ومشهورة جدا عندنا في مصر، بس للأسف في بعض الناس ما بتعرفش تعملها بطريقة صحيحة في البيت. يعني ناس تقولك إنها بتفقد المية بتاعتها، في ناس تانية بتقولك إن هي بتتهري، بتقع من السيخ، ما بتبقاش كويسة. فالطريقة اللي أنا جاي لكم بيها النهاردة طريقة معروفة عند أي حاتي، وهي دي الطريقة اللي بيتعمل بيها الكفتة في البيت. نفس المواصفات اللي بتتعمل بيها عند الحاتي هي اللي هتتعمل بيها في البيت. طيب، الكفتة زي ما احنا عارفين اهي، ده نص كيلو لحمة مفرومة، وبتحط عليه حوالي من 150 ل 200 جرام دهن. لو الكفتة ما فيهاش دهن مش هتبقى كفتة، لازم يتحط فيها دهن. تمام؟ طيب، عصير بصل، وهقول لكم ليه ده ما بيتحطش على الكفتة. عصير البصل يا جماعة ما بيتحطش على الكفتة. من ضمن الحاجات اللي بتخلي الكفتة تفقد المية بتاعتها ان في ناس بتحط تفل البصل مع عصير البصل في قلب الكفتة، وده غلط. احنا حاطينه على جنب وهنحتاجه، واقول لكم ليه بعدين. طيب، تفل البصل، شوية بقدونس، خميرة فورية. هتقولي خميرة فورية؟ أيوة، خميرة فورية. لو أي حد بيقول لكم أو أي حد بيقول لكم إن الكفتة ما بيتحطش عليها خميرة أو كربوناتو، يبقى للأسف بيكذب عليكم. لازم الكفتة يتحط عليها حاجة من الاتنين، يا كربوناتو يا خميرة فورية زيها زي الطماطم، زي الطعمية أو الفلافل، عشان تنفش وتدي طعم. ماشي؟ وملح وفلفل أسمر. ملح وفلفل اسمر، اكتر من كده ما نحطش، ولا توم ولا جوز الطيب ولا الكلام ده كله. التوابل اللي بتتحط على الكفته ملح، فلفل اسمر، وتفل البصل. نبدا مع بعض. تفل البصل، خميره فوريه، بنحط الكيس كله مفيش اي مشكله. فلفل اسمر، وملح. نخلي بالنا من الملح، ما نبالغش فيه قوي، يعني بمقدار العين كده. ونبتدي ندعكها مع بعض لغاية ما تنعم في ايدينا خالص اهي. اهي نفركها كويس قوي لغاية ما تنعم اهي. طيب، في سر بقى اقول لكم عليه. ليه الكفتة ما بتتهريش مننا او تفقد الميه بتاعتها؟ قلنا اولا ما يتحطش فيها عصير بصل او حتى عصير طماطم. ايه اللي بيتحط؟ ده اللي بيتحط بقسماط. البقسماط بيحافظ على قوام الكفتة، ما بيخليهاش يا تسقط من السيخ أو تتهري في قلب الفرن. بنحط شوية بقسماط أهو، ونرجع تاني. طيب، جهة الكفتة بعد ما حطينا تفل البصل والملح والفلفل الأسمر والبقسماط عليها، ده بيبقى شكلها النهائي. اكتر من كده ما نحطش. الناس اللي بتقول لكم لا حطوا تفل البصل مع عصير البصل، مش مظبوط،
او الناس اللي بتقول حطوا بيضة، او الناس اللي بتقول حطوا عصير طماطم، برضو مش مظبوط. الكفتة التوابل بتاعتها تفل بصل، ملح، فلفل اسمر، خميرة فورية او كربوناتو، او شوية بقسماط. اكتر من كده ما نحطش. بنكون احنا بقى مجهزين عندنا صاج زي ده كده. انا متعود لما باجي اعمل كفته بحط ورق زبده عشان برضو حمايه الكفته ما تتحرقش في الفرن. ها، وتفل البصل. ها، وفي معلقه عندي هنا. الناس اللي بتقول لك لا لازم الكفته تتعمل على سيخ في البيوت، مش لازم تتعمل على سيخ. معلقه من اللي انا بطبخ بيهم ببقى مجهزها وبصبع عليها الكفته عادي، وهنشوفها مع بعضينا دلوقتي. طيب دلوقتي هنبدأ نصبع مع بعض. انا عملت واحد اهوت، وهوريكم الباقي بيتعمل ازاي. خليكم معايا. اهم حاجة في تصبيح الكفتة الفراغ اللي انتوا شايفينه دوت لازم يكون موجود في الكفتة. لو الفراغ اللي مش موجود في الكفتة دوت الكفتة مش هتستوي كويس. لازم الفراغ ده يكون موجود، سواء الفراغ ده كبير سواء الفراغ ده كويس، لازم يكون موجود عشان الحرارة تخش للكفتة من جوه والكفتة تتسوى كويس. هنعمل ايه؟ شوية اهو، ماشي، بنعملهم في ايدينا كده ونقوم مدخلينه في المعلقه كده. وعصير البصل اهو، وبنمشيه على الكفته كده اهو اهو. تمام. طيب خلص، بنقوم عاملين ايه؟ ساحبينه كده. طيب هل هنحطه في الصاج بالطريقه ديت؟ لا، اهو بنعدله اهو، وبنحطه بالطريقه ديت. ممكن الحته الزياده ديت نشيلها اهو. كمان مره بنجيب حته لحمه مفرومه بنعملها بالمعلقه، وادي عصير البصل بنملى بايدينا ونمشي على صابع الكفته كده. ليه بنعمل بعصير البصل كده؟ عشان تفضل ريحه البصل في الكفته. اهم حاجه في الكفته ريحه البصل وطعم البصل في الكفته، او عامه في اللحمه المشويه. لحمه مشويه ما دخلش فيها تتبيله بصل او ريحه البصل ما تتاكلش. وبنقوم شادينه كده ساحبينه، وبنقوم عاملينه كده اهو، وحاطينه كده. دلوقتي دي الكفته بعد ما صبعناها. اثناء ما احنا بنصبع الكفته بنكون مشغلين الفرن مسخنينه. لو الكفته دخلت الفرن من غير ما الفرن يبقى شغال قبلها او سخن يبقى الكفته باظت. طول ما احنا بنصبع الكفته، وديت معلومه هامه جدا، بنكون مسخنين الفرن درجه حراره من 180 ل 200 درجه مئويه، وبنحطها في الفرن. الفرن كده سخن، وبنستنى عليها. طيب ده شكل الكفته النهائي بعد ما طلعت. وعشان ما تقولوش انا بكذب عليكم، بصوا هنا مفيش اي ميه. كل اللي نازل من الكفته ديت شويه الدهن اللي جوه الكفته، وده شيء طبيعي جدا. بصوا صابع الكفته محافظ على مقامه ازاي اهو، ولو وقع منه ولو اتفرك ولو فقد الميه بتاعته اهو. صابع الكفته زي ما انتم شايفين بالظبط. بنقدمه كده، وطبعا بيجي معاه، انا عملت معاه شويه سلطه مصري من بتاعتنا الحلوين دول اهم، وشويه سلطه طحينه زي ما انتم شايفين. طبعا لو عملنا الكفته بنفس المواصفات اللي انا قلت لكم عليها ديت هتتعمل في كل بيت بسهوله جدا. مش لازم اروح اجيب ليها انا عيالي من عند الحاتي كيلو كفته ب 400 او ب 500 جنيه. صدقوني، لو مشيتوا على المواصفات اللي انا بقول لكم عليها في طريقه عمل الكفته، تفل بصل، اللي هو البقسماط، الفلفل، الملح اللي هو الخميره الفوريه او الكربونات برضو، صدقوني هتطلع الطريقه حلوه وهتعجبكم. اتمنى من حضراتكم دعمكم لي على اليوتيوب وعلى التيك توك، وارجو تعليقاتكم برضو عشان اعرف منكم اذا كنت انا عملت خطأ او في حاجه ما عجبتكمش اقدر اقراها في التعليقات. واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.